يا مساء الورد والياسمين على احلى واجمل متابعين. النهارده جايه لكم نص لفه جلاش. هنعمل طبق حلو تحفه، حاجه جميله لاولادنا كده. تغيير حاجه حلوه وسهله وبسيطه واقتصاديه جدا. هتاكلي منها يعني بسم الله ما شاء الله، طعم خرافه، حاجه كده في قمه اللذاذه. يلا بينا بقى نسمي بالله ونصلي على الرسول ونبدا مع بعض في الطبق الحلويات التحفه الجميل ده. لو اول مره تشوفيني يسعدني ويشرفني انك تنوريني وتعملي لي احلى اشتراك وتعملي لي كومنت حلو وتحطي لايك للفيديو. ويلا بينا هوريك الطبق السهل دوت. عملناه من نص لفة جلاش. يعني لو عندك نص لفة جلاش في التلاجة هتلاقي نفسك بتعملي حاجة حلوة من غير ما تكلفي نفسك، من غير ما توجع قلبك. يلا بينا. انا هنا هطلع نص لفة جلاش مركونة عندي في الفريزر كده، قلت لها يلا تعالي بينا. هبتدي بقى اقسمها هنا اهو زي ما انتوا شايفينها. هفردها، لازم اهم حاجه تفرديها بالطول. تسيبيها تفك من التلج، ما ينفعش نشتغل هي ومتلجه. تسيبيها تفك من التلج على قد ما تقدري كده وتبقى خلاص فكت خالص. وبعد كده ايه تروحي ماسكاها. انا هنا لقيت النص ده مقطوع لوحده معزول، رحت مسكته كده. ودي اللي انا بلفها هقسمها مرتين برضو. تمام تمام، يبقى دي اللفه بتاعتي عملتها على 3 اجزاء. حلو حلو. لو انت عايزه تعمليها على جزئين مفيش مشكله خالص، اعمليها. عايزه تعمليها على 3 اجزاء زي مفيش مشكله. انا هنا حبيت اعملها صغنطاطه كده زي ما انتوا شفتوها. هبتدي بقى ابرمها كده برمه صغنطاطه وادخلها لجوه. اهم حاجه تدخلها لجوه عشان ما تتفكش معانا اول ما تلمس الزيت. اهو تمام كده. هي سهله وبسيطه جدا يعني فوق ما تتخيلي. هتعمل معانا بعد كده شكل ورده، هتلاقي طعمها وجمالها ولذاذتها تحفه. العيال بيعشقوها وبيدمنوها بسبب اللي هي يعني الشكل بتاعها جميل، واحنا بالنسبه لنا سهله وبسيطه جدا. طبعا الجلاش بتاعنا ده بنعمل منه اشكال كتير وانواع وحاجات جميله جدا. كل مره بتبقى المره اللي قبلها مختلفه والمره اللي بعدها بتبقى احلى. يعني ايه بنعمل منه بنخترع طول ما احنا قاعدين. المرة دي بقى هنعملها اقتصادية سهلة من غير أي حاجة، من غير ما نحط عليها حاجة خالص، من غير ما نسقسقها، من غير الكلام ده خالص. أنا كده برمتها كده شبه الوردة. عايزة أقفل دي، أقفلها إزاي عشان لما أجي أحطها في الزيت هتتفك مني. مجرد ما أسيبها من إيدي برضه هتتفك مني أصلا. هجيب معلقة دقيق كبيرة كده وأحط عليها معلقة مية. هلاقي الدقيق، المية بتاعت الدقيق بتاعي لسه تقيل، هروح نازلة بحبة مية كمان. يا دوبك كده افكفك بس الدقيق من بعضه ويبقى سايل معايا بس مش اكتر. يعني انا هنا مش هحتاج الا معلقه دقيق واحده، ما تكتريش عن معلقه عشان ما يترماش منك. هقلبهم تقليبه كويسه كده وهاخد يا دوبك حاجه صغيره خالص. طبعا ما تحطيش، ما تلاقيش نفسك مسكت نص معلقه وحطيتيها وتبصي تلاقي الرسمه بتاعتنا باظت وبقينا نص هنا عجينه ونص هنا عجينه. لا، يا دوبك على قد الشكل كده بس. وتروحي حطها كده ومسكاها المسكه دي. احلى واجمل ورده زي ما انتم شايفين كده. مش هتتفك منك خالص، مجرد بس ما بتنشف نهائي خلاص كده هي قفلت معانا وتمام. هجيب طبق بقى كده وارص فيه عشان اعرف اشتغل هنا. هعمل واحده تانية معاكم اللي ما خدش باله في الاولانيه، وبعد كده اكمل الباقي مع نفسي عشان ما اطولش عليكم. اهم حاجه وانتي بتلفيه تسرعي ايدك. لو انتي حاسه ان ايدك بطيئه هتاخدي وقت تغطي الجلاش، لان الجلاش بتاعنا ما بيستحملش وبينشف بسرعه. انا هنا عشان عملت بسرعه ونجزت حالي ما احتجتش ان انا اغطيه، عملت بسرعه. تمام تمام. اهي برمتها برمه كويسه ودخلتها لجوه. بعد كده هبتدي ادخلها لجوه اهو. اهو زي ما انتوا شايفينها كده. اهي اهي. سهلة جدا وبسيطة جدا. يعني لو ما بتعرفيش تعملي حاجة حلوة هتلاقي نفسك قمتي عملتيها وكلتي أحلى وأجمل طبق جلاش. يعني الحاجة تحفة وجميلة في البيت بتبقى لذيذة. بنخترعها كده بتبقى لذيذة جدا. اهي يا جماعة بصوا، يا دوبك حاجة بسيطة من الدقيق وابتدي اقفلها كده. خلاص تمام تمام. الزقها في اختها اهم حاجه. لما نيجي نعملهم كده، عايزه لما اجي اعملهم كده اروح ملزقاهم في اختهم، عشان لما الزقهم في اختهم كده هو يبقى ايه يقفلوا على بعض. يعني الحته اللي فيها دي تتقفل معايا. هوريها لك دلوقتي لان انا ما قلتلكيش اول الفيديو بتاعي كده. بصوا كده انا خلصت الكميه وقفلت زي كده، ورحت جايباها ورحت لازقاها في اختها. كل فتحه ما بين التانية اروح لازقاها في اختها عبال ما الزيت بتاعي يدفى يكون ايه لزقت في بعض كده وبقت تمام. اخر واحده في ايدي كده خلاص انا خلصت الكميه بتاعتي. بسم الله ما شاء الله كلهم اتقفلوا معايا بقوا زي الفل. الزيت بتاعنا بقى يا دوبك يدفى. هنا اهم حاجه مرحله السوا. الجلاش ما بياخدش حاجه على النار، مجرد ما بتحطي الزيت سخن هتلاقيه شط منك. لازم تدفي الزيت كده تخليه يا دوبك دافي يسخن بس زي ما انت شايفه. وبعد كده تنزلي بالجلاش على نار هاديه وسط. ما تبقاش النار عاليه لان بيشيط بسرعه وبيتحرق. وما تسيبهوش وتمشي، لازم تبقي واقفه جنبه كده وتقلبي فيه طول ما انت واقفه وبالراحه وتعدليه. عشان حاجه بسيطه جدا هتلاقيه اتلسع منك وخلاص. ورقه خفيف وبيتحرق بسرعه.
هنا بقى ما تحطيش كله، يعني ما تلزقيش كله كده وتحطي كتير، خلي فيه مسافه عشان تعرفي تقلبي، لانك لو لزقتيه ببعضه هتيجي تقلبي هيتبهدل مننا وهيفرول. فخلينا هنا ايه كده في مسافات زي ما انا عامله. نبتدي بقى نعلي النار ويبتدي يدفى معانا كده، خلاص احمر من تحت، اروح قلباه. بصي هنا المسافه اللي انا كنت بتكلم عليها، انا هنا عملت المسافه ديت عشان اعرف اقلب واخد راحتي، عشان ما يتحطش كده فوق بعضه ويبهدل مني. اهو بصوا اللون الجميل ده خلاص خدناه، طعمه وريحته تحفه، حاجه سهله جدا، وعملنا طبق احلى حاجه حلوه من غير ولا شيء. يعني يا دوبك لفه جلاش، لا دي مش لفه جلاش، ده يا دوبك كام ورقه زايدين مننا واحنا وبنعمل، ما نلقالهمش مكان، ومش هنعرف نستعملهم في اي حاجه طبعا في الاكل، فايه طلعناهم وعملنا بيهم الطبق الحلو ده بس. تمام تمام. كده احمرت معانا، اهم حاجه زي ما قلت لك تقفي عليه، عشان مجرد ما تسيبيه وتديره وشك هتلاقيه شاط منك. لازم تبقى مهديه النار، ولازم تبقى عينك عليه وايدك فيه، عشان تقلبي وتاخدي اللون كله لون موحد ولون حلو. لو ما عملتيش الخطوه دي هتلاقي واحده اتحرقت، واحده باظت، وواحده بقى شكلها مش حلو، وواحده بيضه والكلام ده. لا لازم تتابعيه زي ما انا متابعاه دلوقتي اهو. اللي بلاقيها لسه بيضه بقلبها على الناحيه التانية برجعها زي ما كانت، اللي بلاقيها احمرت اروح مشقلباها زي ما انتم شايفين كده اهو. اهو انا عايزه كله يديني لون واحد، مش عايزه الاقي واحده محروقه وواحده لونها ابيض وواحده والكلام ده. بعد ما تطلعيه بقى عندك حبه شربات رشي، عندك معلقه عسل نحل رشي، عندك سكر بودره رشي، اي حاجه مسكره كده بسيطه خالص ما بتاخدش حاجه، ترديها رشه صغنطوطه. انا كان عندي معلقه عسل نحل يا دوبك رشيتها رشه صغنطوطه كده، ما عملتش الشربات معاكم لان هو اصلا يا دوبك الطبق الصغنطوط ده مش مستاهل ان انا اعمل شربات. يا رب تجربيه ويا رب يعجبك، ويا رب الفيديو تكوني استفدتي منه، وتعملي لي احلى اشتراك عشان اول ما انزل فيديو جديد اول الناس تشوفيه، وحطي لي احلى احلى واجمل لايك من ايدك. انا عايزه الفيديو ده يا جماعه يعدي المليون، انا عايزه كل اللي يتفرج عليه يحط لي لايك. يلا باي باي.